ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ورجعنا بفيديو جديد. بس بصراحة يا بنات فيديو النهاردة ما كانش غدا. امال انت بتعملي ايه يا توتة؟ انا بحضر عشاء اليوم ده. بصراحة الولاد قالوا لي ماما انت ما وقفتش في المطبخ النهاردة كتير. طب انتوا عايزين ايه؟ هو انا هفضل في المطبخ ليل نهار؟ يلا بقى يا بنات، ايه المشكلة؟ ما هو يعني المطبخ ده بيتنا احنا بقى. المطبخ ده بيت كل ست بيت يعني. قلت طيب تمام ماشي. طب انتوا عايزين تتعشوا ايه؟ قالوا لي بصي بقى يا ماما، ادخلي المطبخ وعلى مزاجك عشينا. على مزاجي ده بقى يبقى لازم اعمل الحاجه اللي هم بيحبوها. طيب ماشي، ايه الحاجه اللي هم بيحبوها؟ انتوا شايفين طبعا باين من تحت ايدي ان في اكياس مكرونه فتمام. فانا هعمل لهم مكرونه بقى. قلت لهم خلاص سيبوني بقى ادخل المطبخ وانا هتصرف. بس انا هعمل حاجه واحده، يعني محدش يقول لي ليه ما عملتيش جنبها حاجه. يعني قصدي من ولادي يا بنات. قلت لهم بصوا انا هدخل المطبخ هعمل لكم، بس محدش يقول لي فيكم انت بتعملي ايه او ليه عملتي حاجه واحده. سيبوني افاجئكم. قالوا لي تمام يعني. وكانت احلى مفاجاه ليهم بجد، هم بيحبوها قوي. خرطت 3 بصلات يا بنات ورحت نازله عليهم كده بمعلقه سمنه وشويه زيت صغيرين. حطيتي ليه سمنه؟ انا بحب اعملها بالسمنه، بطعمها كده بالسمنه. هتقولي مكرونه بالصلصه بالسمنه؟ هقولك لا دي مش بالصلصه. المهم الحله ديت انا كنت غاليه في كده فيها شويه ميه لحاجه كنت بعملها، ورحت قلت لها تعالي بقى انتي انا هعمل فيكي البشاميل. هعمل لهم مكرونه بشاميل على العشاء شايفين دماغي؟ ما انا لما بدخل المطبخ بفاجئهم وهم بيحبوها، فافاجئهم بقى. المهم حطيت 3 معالق كده حلوين من الدقيق، ورحت نازله عليهم بمكعب من المرقه. مكعب واحد؟ ايه ده 2. نزلت ب2 يا بنات وجبت كيلو حليب ورحت نازله بالكيلو كله. ليه بقى؟ كل ما بتكتري لبن او البشاميل في المكرونه بتاعتك بتلاقيها جوسي كده الله الله. اسكتوا بقى، احنا بنحبها قوي. ملح بفلفل اسمر بقى، ما كانش عندي فلفل ابيض فحطيت فلفل اسمر. انا على طول بحب احط لها يا فلفل يا ابيض يا اسمر. بس يا بنات المهم بقى رحت مدوباها كويس قوي على البارد. اوعي تدوبيها وانتي مشغله النار، ولو مشغله النار خليها واطيه. قلبيها حلو قوي على البارد عشان الدقيق يتقلب معاكي بكل سهوله، وسيبيها. انا بقى كل ده نسيت اولع النور، بس هولعها. المهم جبت اللحمه. تمام، طبعا هي كانت في الفريزر ولكن انا فككتها في الميكرويف او سيحتها في الميكرويف، ورحت نازله على طول على البصله قبل ما تحمر. يا دوب بصلتك تدبل ولعت اهو البوتاجاز. شاطره يا توته. والعين التانية عليها الميه عشان تغلي بقى ونسلق المكرونه. ما هو انا عايزه انجز. ده بقى الفلفل الموحوح. نار يا حبيبي نار. عايزين يا بنات نعمل هريسه؟ انا جايباه في التلاج في الفريزر. ايه اللي انا فيه ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ جايباه في التلاجة وعايزه اعمله هريسه ومفيش وقت. مش عندي وقت، بس هنعمله. واحنا كده بنعمل اي غدوة نقف نعمله جنبها. يلا انت لازم تاخدي الفلفلايه لحد اخرها. اصل احنا بنحبها موحوح ده في فلفل تاني. ماشي، عملت قرن من الاخضر وقرن من الاحمر بما اننا بنحبها مشطشطه شويه. بجد الاكله دي انا مش عايزه اقولك انا ممكن اكلها غدا وعشاء. لا، هي لو موجوده فطار هاكلها، سواء انا او ولادي احنا بنحبها. يعني هفضل ادوب بقى في البشاميل كل شويه عشان ما يكلكعش. ورجعت تاني اكمل تقطيع الفلفل. انا لما بيكون في اكله احنا بنحبها بقول لكم ان احنا بنحبها عشان بتبقى حلوه. بصي بقى، نزلت عليه بكوبايه من الطماطم، واول ما الطماطم تختفي معايا طبعا هكون بهرتها ملح وفلفل اسمر وشويه صغيرين من ال7 بهارات، وهظبط الملح بتاعي وهطفي عليها.
المكرونه بتاعتي اتسلقت كويس، طبعا مش سلق جامد. هنزل عليها باللحمه. انا يا بنات ما بحبش اعمل المكرونه راق وراق، انا بحب اعملها كلها في بعضها كده. حتى البشاميل هنزل عليها بالبشاميل برضو بنص الكميه، ونص الكميه هخليها للوش. بصي هي خفيفه كده، انا هخليها خفيفه، وهاجي لما احطها على الوش هحط عليها معلقه دقيق، وهرجعها تاني للنار. ايه ده حد هيقول بقى ايه كميه البشاميل تقيله يا توت على المكرونه؟ لا خالص، دي بتخليها جوسي كده وجميله، وبصي مفرفره كده وتحفه. ولو سبتيها تبرد بتطلع معاكي القطعه قطعه. بصي لما قلبتها ولا كتيره ولا اي حاجه، اتلسعت في ايدي، ما علينا. هروح بقى اقلبها دي عشان ما تلسعش تاني. المهم بقى، لو انت محتاره تعملي غدا ايه النهارده، اعملي بشاميل. في الساعه دي بتبقى جميله، بالذات لما تاكليها وهي لسه خارجه من الفرن. بالنسبه لينا احنا بنحب ناكلها قوي وهي لسه خارجه من الفرن. وانا ما كترتش ليه؟ علشان ده عشاء. وطبعا انا جوزي ما بيتعشاش يا بنات، بيحب ينام خفيف. بصي انا كنت مولعه النار ليه؟ عشان حطيت شويه دقيق. هحط بقى البشاميل، المكرونه قصدي، في الصينيه. بصي انا عامله كيسين بس مكرونه، ولكن حبيت اعملهم في الصينيه الكبيره ديت علشان في حاجه هوريها لكم في اخر الفيديو. هنزل بقى بباقي البشاميل على الوش وهسويه كويس قوي، وهروح مدخليه الفرن. قعدت معايا بالظبط تلت ساعه. شغلت المروحه عشان الوش كمان يتحمر وما يستدعيش اني اشغل شوايه. والمروحه يا بنات بتبقى جميله جدا في البوتاجازات. بالنسبه للبنات اللي لسه هتتجوز، هاتي بوتاجاز فيه مروحه، بنصحك بيها، بتوزع الحراره بطريقه جميله جدا جدا كمان. انا بقى لو كنت بعت جبت عشاء من بره، مش كان كلفني؟ انا ما اتكلفتش ولا جنيه على العشاء اليوم ده. ليه بقى؟ لاني كل حاجه عندي في البيت. كان عندي حليب في التلاجة، وكان عندي لحمه في الفريزر، وكان عندي، بصي بقى، ربنا يجعل بيوتنا كلها عمرانه يا رب. انا عملت صينيه كبيره ليه؟ عشان ابني عايز يرش فيجيتار من على الوش، هو بيحبها كده، فقلت يبقى حبه كده وحبه كده. المهم، او نص كده ونص كده. المهم بقى يا بنات، لو انت وصلتي معايا لحد هنا، ما تنسينيش في دعوة حلوة. اشوفك على خير، مع السلامة.